هاي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديده. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر ان شاء الله وباش ما كتمناو. هذا الفيديو غادي يكون عباره على تحضيرات العيد، غادي نوريكم شنو وجدنا للعيد في الماكله، شنو غادي نلبس، وغادي نوريكم الطريقه ديال الاعتناء ديالي للوجه للشعر للجسم كل شيء. المهم ما ديوهاش على الصداع ديال البنايه. اذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو بتحضيرات العيد تقدروا تستافدوا، انا متاكده غادي تستافدوا بزاف ديال الحوايج، خصوصا داكشي ديال العنايه بالشعر والوجه. المهم تبعوا معايا الفيديو وما تنساوش بالتشجيعات ديالكم، لي لايك لي كومونتير كل silence. You've been standing right there all along, even though it's غنبداو باول فقره اللي غادي تكون عباره على شنو غادي نوجد في النهار ديال العيد، شنو غادي نفطروا. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ندير واحد الكيك شوكولا، كنت شاركتها معكم وحطيت لكم الوصفه وكانت حمقاتهم بزاف وبغاوني نعاودها لهم. المهم غادي نعاودها لهم، وغادي ندير البانكيك. وعندنا الحلوه ديجا كوموندينا، صراحه صيبت لنا واحد صاحبه ماما كدير الحلوه غزاله تبارك الله عليها. غنبارطاجي معكم الشكيلات ديال الحلوه، ومن بعد غادي نصايب الكيك ديالي دابا، وغادي نصايب البانكيك ديالي حتى هو دابا. المهم هذا هو اول شكل، غنجبدو لكم دير بحال هكا صابليط ديال الشوكولا. هذا تاني شكل ديال الكوك، عرفتو هذه واعره بزاف هشيشه تبارك الله، شوفوا. والشكل الثالث هو هذا حتى هو صابلي. واخر شكل هو معشوقة الجماهير، هذه درتها واحد صاحبة ماما كتصرعها كديرها واعره تبارك الله عليها. وهنا صافي وجدت البلاطو ديالي، استفدت كل شكل في الصف. المهم وريتكم الحلوه اللي صايبنا في، المهم ماشي صايبنا، كومونديناها، درتها لنا صاحبه ماما. وصافي غادي يكون داكشي في الطابله زايد، بحال غادي نشريو رزيزه ودوك المكملات، المهم غير باش نكملوا لا طابل. دابا غادي نبدا مباشره، غادي ندير اول حاجه البانكيك ونخليه يرتاح، وفي الوقت اللي غادي يكون كيرتاح لينا البانكيك غادي ندير الكيك. خليكم معايا. دابا غادي ندوزو نيشان الفقرات شنو غادي نلبس نهار العيد. غادي ندير لكم داكشي بالتدريج، شنو غادي نلبس في الدار. غادي ندير لكم اللباس التقليدي واللباس العصري. غادي نلبس هذه في الدار ديال جوهره مخيطه، شوفوا. وغادي ندير معاها هاد البليغه،
انا نقيسها ونرجع لكم. كي كتجي بحال هكا، هانتوما نقرب لكم شوفوا الديتاي ديال الخياطه. المهم انا راه ما كنتش غادي نديرها راكم عارفين في الدار ما غاديش ندير الزيف، غير درت لكم هذا باش نتصور به وصافي. كي جاتني دابا غادي ندوزو شنو غادي نلبس العيد، اللباس التقليدي. المهم خيط جوج جلابات، بغيتكم ضروري تختاروا معايا شنو نلبس، والله الا حرت بزاف، بغيتكم تختاروا معايا وقولوا لي شكون اللي جاتني احسن. المهم كما قلت لكم كاينين جوج جلابات، كاينه هذه ها هي في الغوز، وكاينه هذه. هاد الجلابه هذه غادي ندير معاها هاد الصنداله هذه طالو شويه، وغادي ندير معاها هاد لو ساك. وفي الزيف غادي ندير هذا ملون حيت هي سامبل. شوفوا هاد الجلابه كي جاتني صراحه انا هذه عجبتني بزاف، وهذا اللون جا معايا بزاف بشهاده الجميع. وانتم عطينا رايكم، قولوا لي واش نلبس هذه ولا هذه اللي غادي نلبس دابا. المهم شوفوا دابا غادي نمشي نلبس الاخرى ونرجع لكم. وكاينه هذه شوفوا الخياطه ديالها زوينه بزاف. المهم انا راه عندي هاد الزيف هاد اللون ديالها، تخيلوها راني دايراها مع داك اللون، صراحه دابا ما لقيتوش. المهم تخيلوا راه هاد الجلابه غادي تلبس مع هاد اللون ديال الزيف. البنات اللي عجبوا هاد الجلالب انا حط لكم في ستوري انستغرام شكون اللي خيطاتهم واحد البنت فنه تبارك الله عليها، كتعرف تخيط، والاهم عندها في الصاله واعره كتجيبها لك عباره عليه، والموديل اللي توريوه ليها في التليفون كتخرجوا لك كما هو. المهم اللي مانتريسي وباغي يعرف مين، انا نحط لكم في ستوري انستغرام، ها هو انستغرام ديالي غنخليه لكم هنا، دخلوا غادي تلقاو لا ستوري ديجا محطوطه، وراه كدير ليفريزون بارتو في الماروك، وكتبيع عندها ديجا تجليبات مخيطين قفيطنات اللي بغيتو تكاشط كتخيط كلشي، عندها كلشي موجود. اللي بغات حتى راه نحط لكم حتى لاباج ديالها، واللي بغات تدخل عندها. ودابا غادي ندوزو للباس العصري. شوفوا هادو خديتهم من كيلينا، خديت هاد لا شوميز امبريمي بحال هكا، خديت معاها هاد السروال كلاس. المهم انا نقيسهم وتشوفوا، وغندير معاها هاد الزيف، وغندير غادي نلبسها كلاس. المهم في البيسات اخرين غادي نلبسها غير سبور، ندير سبادري، ولكن دابا بما انه العيد غادي نديرها كلاس، غنديرها مع هاد الصنداله والساك اللي وريتكم. غنقيس ونرجع لكم. شوفوا البيسه كي جاتني. المهم حتى تقولوا لي واش عجباتكم ولا لا. ضروري الزيف غادي يكون مصايب كثار، البيسه غادي تكون مصايبه كثار. دابا غير كنقيس لكم كنوريكم وصافي. دابا من بعد ما سالينا التماره كامله صراحه عييت. المهم غادي ندوزو لاحسن واخر فقره اللي هي فقره اللي غادي نتهلا في راسي. غادي نوريكم شنو الوصفه اللي كندير لشعري باش كيمنع ليا التساقط. هاد الوصفه بعدا ما نحتاجش انا نشكرها، كلشي كيهضر عليها وبالتجربه واعره. وغادي نوريكم شنو غادي ندير للجسم ديالي، غادي نوريكم كلشي داكشي ديال العنايه. اول حاجه غنبدا بها قبل ما ندخل الدوش هي ليبيلاسيون، حيت فاش كنابيلي وجهي كيكون داك الزيت كيبقى ليا ما كيتصفاش مزيان، كنفضل انني نبداها هي الاولى وندخل ندوش، عاد ديك ساعاتك نبدا في سكين كير وداك الشيء. المهم انا ديجا حيت لو كور ديالي بهاد لاباراي هادي ديال لاسيغ، حيت بها زوينه صراحه، كتجيني بخاتيك، ما كنحتاجش نمشي لا صالون ونخسر فلوسي، كنديرها لراسي في الدار ساهله وبخاتيك. ديال
الوجه. غادي ندير دابا الوصفه اللي غادي ندير في شعري، وغادي نوجد التبريمه ديالي والكوماج اللي غادي ندير لوجهي باش ندخل ندوش، ومن بعد نوريكم طريقه العنايه ديال الوجه. انا كنعتني بوجهي من مورا الدوش حيت كيكون لي بور مفتوحين، كيكونوا المسامات مفتوحين، وهكا الا درتي اي ماسك ولا شي حاجه كيستافد من الوجه اكثر. المهم الوصفه ديال الشعر غادي نشد 3 ديال المعالق كبار ديال اوراق السدر، غادي نغربلهم. ها هو غادي نزيد معاه واحد شويه ديال الماء. هذا غليت البصله مع الثومه، المهم ديروا البصله الحمراء مع واحد البصله الا كانت كبيره وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، وغليهم حتى كيتبدل اللون ديال الماء، وكنزيد عليه شويه بركه. وكتزيدوا اي نوع من الزيت اللي مفضل عندكم. انا عندي هنا الزيت البلديه كنزيدها، تقدروا تزيدوا زيت الخروع، زيت اللوز، زيت الكوك، اللي كان اي زيت مفيد للشعر وصحي زيدوه مع هذه الوصفه. وكنخلطوا كلشي مع بعضياته حتى كيولي لنا الخليط بحال هكا، وكديروه على فروه الراس لمده على الاقل 3 سوايع بحال هكاك باش يستافد منه الشعر مزيان. هذه الوصفه واعره بزاف صراحه، كتعرفوا كديروها جربوها غير شهر كتشوفوا الخلفه بدات كتنوض لكم. هذه الوصفه على حسابي. دابا غادي نمشيو نوجدوا شنو كندير لو كور ديالي، الجسم ديالي. المهم كندير هاد التبريمه هذه ديال العكار الفاسي، كنحلها كندير شي 3 ولا 4 المعالق، المهم على حسب. ما ديروهاش في وجهكم، ديروها غير في العنق، في الجسم ديالكم كامل، حيدوا غير الوجه ولي زابارتينانسي صافي. كنزيد مع معلقه كبيره ديال الصابون بلدي ديال العكار الفاسي بحال هكا، وكنزيد عليهم الماء سخون مقدار اللي غادي يتخلط لكم الخليط، وكتبداو تخلطوا مزيان حتى كيولي بحال هذا الشكل هذا. شتي هاد التبريمه زوينه بزاف، عرفتي كتخلي الجسم مرطيطب ومحمر، المهم كتخلي الجسم زوين. من الاحسن تخليوها 20 دقيقه عاد تحكوا ولا شوفوا شنو ديروا. المهم هاد التبريمه هذه زوينه بحال هكا الاعياد المناسبات. انا صراحه كنديرها مره في شهرين بحال هكا، ودابا مع العيد غادي نديرها. المهم شوفوا. ودابا غادي نوريكم باش كنقشر وجهي. انا كوماج كنديرو صراحه في الدوش. المهم كندير غير معلقه ديال سنيده وشويه ديال الزيت البلديه صافي، كنخلطهم. احسن كوماج طبيعي صراحه، واخا بزاف كيقول لك نو ما ديريهاش في الوجه. هذه انا بالنسبه ليا كيجيني احسن كوماج طبيعي هي سنيده وزيت البلديه صافي. دابا وجدت التبريمه ديال الجسم، وجدت الوصفه ديال الشعر. غادي نمشي ندير الوصفه في شعري، وغادي نبقى واحد 3 سوايع ولا ساعتين بحال هكا وندوش. دابا لقيتوني يلا خرجت من الدوش. المهم اول حاجه غنبدا بها غندير هاد لو ماسك ديال لي بوين نوار، وغادي نصايب حجباني واخا راهم مصايبين صراحه. المهم غادي نزيد نقي غير شويه. شوفوا شتي هاد البلاصه كتبري. عرفتوا البنات هادو خطيرين وواعرين بزاف، وكينشفوا في 10 دقائق بحال هكاك وواعرين بزاف. المهم ندوزو دابا لمرحله لي ماسك. غادي نبدا بهذا الاول، هذا هو اللي كيعطي النضاره ديال الوجه، ومهم كيعطيها واحد الحيويه، وهذا كينقيها مزيان من اي حاجه. المهم غادي ندير غير 2 لي ماسك نكتفي بهم. ديما انا كندير لي ماسك الاكثريه طبيعيه، ولكن دابا غادي ندير هادو كنت شريتهم وبغيت نبارطاجيهم معكم حيت عجبوني بزاف.
الماكياج ديالي شحال كتبري ما شاء الله. المهم هاد لي ستيب هادو اللي تبعت واعرين، تقدروا تعوضوهم بزاف ديال الحوايج عوض لي ماسك اللي درت. تقدروا تعتمدوا على لي ماسك طبيعيين. وهنا غادي نكون وصلت للاخر ديال الفيديو ديالي. المهم انا قبل ما غادي نعس غادي ندير هادو، هو كيقول لك ديروهم غير نص ساعه. هادو ديال هادو لا ساغن كديريهم على عينيك، كتشديهم بودنيك بحال هكا. عرفتي راه سخان، كنحس بهم طايبين. صافي كنحطهم كنخليهم شي نص ساعه بحال هكاك وغادي نعس ونخليكم تهلاو فراسكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.